في يوم مشمس من ربيع الجزائر، وتحديدا في 8 من مايو عام 1945، خرج الآلاف من الجزائريين إلى شوارع السطيف وقالم وخرطة يحتفلون بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. ولكن كان لديهم مطلب واضح: الحرية والاستقلال للجزائر. كان الشبان يرفعون الإعلام الجزائري لأول مرة، يهتفون بشعارات تطالب بإنهاء الاستعمار بكل سلمية. لكن ما حدث خلال ساعات حول العيد إلى حمام دم. الجنود الفرنسيون أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين العزل. في البداية كانت مجرد رصاصات متفرقة، ثم تحولت إلى إبادة جماعية. لاحقا جاء الأمر من القيادة الفرنسية بقمع شامل، فبدأت القوات الفرنسية تمشط القرى والمزارع، تقتل كل من تشك أنه شارك أو حتى نوى التظاهر. قتل الرضع في أحضان أمهاتهم، الشيوخ في بيوتهم، وأحرقت بيوت كاملة على رؤوس ساكنيها. الأرقام الرسمية الفرنسية قالت: قتلنا بضع مئات. لكن الحقيقة أن العالم عرف فيما بعد أن أكثر من 45 ألف جزائري قتلوا في بضعة أيام فقط. كانت تلك المجزرة هي التي أشعلت نار الثورة الجزائرية الكبرى بعد سنوات. فبعدها فهم الجزائريون أن الاستقلال لن يأتي إلا بالدم والنار. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمزيد من القصص التاريخية المنسية.